نادي انبي، واختيارات المدير الفني الكابتن محمود بيومي، كابتن كريم ايمن مدرب، الكابتن حسن علي مدرب حراس مرمى، السيد محمد صلاح مديرا اداريا. شاركت ال 16 فريق اللي موجودين في بطوله كاس مصر. وصلنا خلاص المباراه الاخيره بين زد وانبي، لو طبعا استغلتها بالشكل الصحيح. ركنيه من ناحيه اليمين يقرب لها يوسف عبد السميع على تنفيذ الركنيه، ضربته التركيز بانتظار تقدمه وتنفيذه. عرضيه فوق الجميع بين الراسيه خطيره، ولكن خط الدفاع يتدخل ويبعدها. لسه راسيه، لسه الدربكه، لسه الحوار، ولكن ترجع الكوره. عمر هشام قدر يعدي من الاول والثاني، ولكن يكسب مخالفه في هذه اللحظات. مخالفه من ناحيه اليمين. ادي العرضيه تتلعب من القائد سيف، يلعب الكوره في منطقه الجزاء، ولكن على طول كده يطلع 2-2. يطلع الكوره عمر هشام مش عايز يستقبل اي هدف. فكرت المباراه دي في حاله التعادل نذهب الى ركلات الترجيح من منطقه الجزاء مباشره. خلاص تطور البطوله. ادي الكوره للامام وقطع الكوره بشكل جيد الحقيقه. محمد ياسر هو اللي قطع الكوره. ادي انطلاقه من ناحيه اليمين وتتخطف من النادي انبي. البطوله وصولا الكوره لعب من شمال. ادي اختراق من النادي انبي. خطيره الكوره من عبد العزيز، ولكن على طول تعدي. لسه الخطوره انقاذ من خط الدفاع، يحاول ينظف منطقه الجزاء وكده فركب الكوره اللي فاتت محمد ياسر. كوره وتمريره في وسط الملعب نقله عند احمد عبد العزيز. تسديده خطيره جدا الكوره، والكوره علت العرض خارج ارض الملعب لمصلحه فريق انبي وركله مرمى. شوف الكوره حل تسديد خارج منطقه الجزاء. الكوره كانت بعيده تماما اللقطه اللي فاتت، لكن كان فيها خطوره ممكن تتخطف ممكن، ولكن على طول حارس المرمى يخرج ويشتت. كوره بتلعب وسط الملعب نقله لمصلحه نادي انبي. الهجمه العكسيه لو استمرت ممكن تبقى خطيره. كوره عند عبد الله، يحاول يعدي عبد الله طارق. خطيره عرضيه خطيره يا راجل. تصدي رائع. ممكن نطلق على الكوره اللي فاتت دي كوره رائعه وجدت الارض. الحقيقه تصدي رائع من احمد اسماعيل، وتسديده وكوره واختراق كان رائعا بالنسبه لانبي. دي اكثر كوره في المباراه، اخترق وانطلق اللعب الخطير عبد الله طارق وراح في منطقه الجزاء ولعبها عرضيه ارضيه، ولكن حارس المرمى يتصدر. برافو يا احمد اسماعيل وبرافو يا عبد الله يا طارق. شوف انطلق واخترق ازاي، محدش قادر عليه. عدى وراح ولعب العرضيه بالقدم اليسرى، عدت من الكل والتسديده كانت بالقدم اليمنى تصدى ليها احمد اسماعيل. الحقيقه مفيش وصف يوصف الكوره اللي فاتت دي غير كوره رائعه وجدت الارض. شوف كوره التسديده كانت من اللاعب رقم 15 لمسه تسديده من خارج منطقه الجزاء بعيده جدا. الكوره بتركز مرمى لمصلحه النادي. ركنيه من ناحيه شمال، ركنيه عزايز المشاهدين. محمد هارون على تنفيذ الركنيه، ممكن تتلعب عرضيه، ممكن استغلال. ادي هارون عرضيه فوق الجميع راسيه. الكوره عدت من فوق حارس المرمى وتفاجأ والكرة ركنية تانية لإنبي. ركنية عزايز خطيرة لإنبي. إنبي بيخترق. عبد الله طارق على تنفيذ الركنية من ناحية اليمين. ركنية من ناحية اليمين اللي هينفذ الركنية هو لاعب مالك آدم. أدي مالك يلعب العرضية فوق الجميع بين الرأسية. خطيرة الكرة لسه خطيرة الكرة كانت من محمد مهدي، ولكن ما جاتش على رأس، يعني ما ظبطتش على رأس اللاعب، بالتالي ما كانتش في المتناول. شوف الكرة اللي فاتت كمان اللاعب رقم 22 محمد هارون. واضح ان في فكرة هنا لسه كورة تمريرة من كعب الله، تسديد خطير، ولكن على طول من حارس المرمى احمد اسماعيل.
ولكن حارس المرمى ما ربطش كويس ما بين عبد الله طارق. هي تغيير المراكز اللي بيتم ما بين عبد الله طارق ومحمد مهدي الحقيقه بيتم بسلاسه كبيره بنجاح بطريقه صحيحه. ادي كوره انطلاقه من ناحيه شمال لزيد، خطيره كوره في منطقه الجزاء، لسه الخطوره عرضيه وتخرج ركنيه لمصلحه ركنيه لزيد. محمد ياسر على تنفيذ الركنيه، نظراته وتركيزه وادي ركنيه. ادي الكوره محمد ياسر عرضيه فوق الجميع، فين الخطوره؟ راسيه، لسه الكوره مره ثانيه، لسه الحوار مستمر ولسه الكوره محاوله الهجمه العكسيه. مين يا راجل؟ مفيش اي حد، لسه الخطوره لزيد، لسه الخطوره ورايا بتلعب عرضيه ولا ايه؟ مخالفه على طول عند محمد ياسر. محمد ياسر مع الكوره يلعبها عرضيه، ادي العرضيه ولكن حارس المرمى عمر هشام. عمر لاعب مميز جدا 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 فين؟ خط الدفاع الخط الدفاع. واضح ان احنا محظوظين باذن الله يعني هنكون في المركز ده. هقول لكم طبعا وهنستعرض معاكم اكتر من اسم بعد قد ايه. ادي الكوره من ناحيه شمال، مهدي مع الكوره، خطوره لابني، خطوره في منطقه الجزاء، لو بص كويس لو لعبها عرضيه لسه باصص تحت مع الكوره مهدي. لو رفع وشه بس بص وصوله كان ممكن تبقى خطيره. تسديده عدت خارج ارض الملعب مركز مرمى لمصلحه كوره وانطلاقه عند مهدي مع الكوره، تمريره حلوه الفكره، حلوه الفكره، عرضيه خطيره خطيره يا راجل يا راجل، فيها تسلل ماشي مش مشكله، ولكن الانهاء مش كده يا زياد. زياد والكوره كانت منظمه، كرات منظمه وفرص حلوه بالنسبه لإنبي. هو الاخطر، هو اللي ليه الكلمه العليا في هذا الشوط، هو الاقرب في تسجيل هدف اول. كان هناك رايه وكان متسللا بديل كتير محسن يعيد ترتيب الاوراق الكتب. هذه الكوره اتلعبت عرضيه فوق الجميع، فين الراسيه خطيره الكوره مين يلمس من الارض، ولكن الكوره تعدي الحر والتشيك موجود في خط الدفاع. يرجع الكوره لخط الدفاع. هو احد الادوار هذه الكوره عند مصطفى يروح يحاول ينطلق يلعب الكوره للامام، ولكن ترجع الكوره لحارس لاعب احمد رمضان. مع الكوره احمد رمضان يمشي في الملعب يلعب ناحيه اليمين، انطلاقه من محمد ياسر مع الكوره، محمد ياسر يلعب الكوره للامام ولكن تغطيه دفاعيه، لسه الراسيه، لسه الخطوره لزيد، لسه دربكه، ممكن تسديده خطيره خطيره خطيره، ولكن تصدي من عمر، تصدي من عمر لكوره كانت خطيره. كان قريبا نادي زد من التسجيل. الفرصه الخطيره الاولى لزيد، شوف التسديده، شوف الكوره، شوف التسديد بالقدم اليمنى، كانت رايحه كانت رايحه كانت رايحه كانت رايحه، كان ممكن يسجل، كان ممكن يسجل نادي زد، ولكن تصدي رائع من عمر هشام. كرر نفس الكلمه، كوره رائعه وجدت الاروع. ركنيه من ناحيه اليمين والكوره الاخيره، الكوره الاخيره في الشوط الاول ممكن تفرق كتير يا يوسف. يلعب العرضيه فوق الجميع، فوق الجميع، راسيه خطيره، كوره عدت من الكوره والكوره في الاخير لمخالفه لمصلحه النادي. خلاص شوط اول هيطلق صافره حكم اللقاء الكابتن عمر جلال. نهايه هذا الشوط 0-0، لا غالب ولا مغلوب بين انبي وزد في نهائي كاس مصر للناشئين المواليد. اعزائي المشاهدين وسط الملعب عبد العزيز وعبد الرحمن محمود، في مركز الطرف الايمن احمد رمضان محمدي وعبد الله عبيد، في الخط الامامي الثنائي بدر جمال وعمر ياسر امين. دي تشكيله فريق نادي زد. وبالنسبه لتشكيله نادي انبي واختيارات الكابتن محمود بيومي 4-3-3 رسمي، عمر هشام في المرمى، احمد شريف وزيد محمد في خط الدفاع، محمد سمير ومالك ادم في مركزين ظهير ايمن وايسر، زياد احمد محمد عبد العزيز ومحمد هارون في وسط الملعب، ابراهيم محمد قائد ننتظر التكتيك ومهدي كمان جنبه. واضح ان في فكره غير الفكره الاولانيه، في
مشكله. 4 واقفين عند الكوره، هتتنفذ ازاي؟ هتتلعب ازاي؟ لعب الكوره وطويله والثانيه والثالثه، الكوره تسديده ولكن خارج ركله مرمى. اعزائي المشاهدين، بعد كوره اتلعبت فيها فكره كده في افكار لاستغلال الكرات الثابته. الكرام، احنا ما في مباراه انبي وزد في نهائي كاس مصر للناشئين. كوره بتلعب عرضيه، ادي العرضيه فوق الجميع، خطيره لزيد، خطيره يا راجل، مفيش تسلل يا راجل، مفيش تسلل في الكوره اللي فاتت. ادي الكوره بتلعب على خط الدفاع، لمسه من ناحيه الشمال، مالك يلعب الكوره للامام، عرضيه فوق الجميع راسيه، ولكن العاد لسه خطوره للنادي انبي، لمسه والثانيه والثالثه والسقوط، ولكن حارس المرمى احمد اسماعيل يلعب الكوره يلعب ناحيه اليمين، ممكن فيها عرضيه، ادي العرضيه خطيره راسيه، ولكن الراسيه مش كده يا راجل، مش كده يا راجل، اللي عايزه توجيه غير كده، يعني العرضيه بالورقه والقلم خلاص، الراسيه كان ممكن تلعبها برجلك مش براسك، كان ممكن تلعبها برجلك في خلفه لمصلحه النادي ممكن يقرب لها احمد شريف يلعبها في منطقه الجزاء فوق الجميع، ولكن حارس المرمى اللاعب لسه الكرة والانطلاقة، لسه الحوار يلعب العرضية، ادي الكورة حلوة ولكن في حارس المرمى، لسه الخطورة نزلت من تحت ايده حارس المرمى، كان فيها خطورة في اللقطة اللي فاتت، يتصدر محمد يمين الكورة والتمرير عند اللاعب عمر عزت، يلعب الكورة اللي امام عمر، لمسة بالراس لسه الخطورة، تسديدة ولكن بجوار القائم، التسديدة كانت حلوة اللقطة اللي فاتت، كانت حلوة التسديدة. الكورة اللي فاتت مهدي هو اللي سجل، مهدي ظهر بشكل ايجابي الحقيقة، محمد ظهر بشكل ايجابي وأداؤه الحقيقة على طول عند اللاعب إبراهيم محمد. إبراهيم ناحية اليمين، محمد سمير، عرضية من محمد سمير، الخطورة لسه الخطورة مرة ثانية، تسديدة ولكن حارس المرمى عايزة تفتح على طول دي عايزة أسرع من كده، كرة متقطعة وراه مش مايله ناحيه فريق عن الفريق الاخر. كوره في وسط الملعب، تمريره للامام، انطلاقه لمصلحه نادي زد، الخطوره الخضراء مره ثانيه في منطقه الجزاء، خطيره ولكن يخرج على طول عمر هشام، يخرج مش استعجال من لاعب النادي للامام. الكوره مره ثانيه والكوره عدى فيها، خطفها طارق لسه معاه الكوره، يلعب التمريره ولكن يمين طارق، لسه الخطوره مره ثانيه، تسديده من خارج منطقه الجزاء، ولكن لفت كده وخرجت خارج ارض الملعب لركله مرمى لمصلحه النادي الاهلي. يعدي بشكل كويس عبد الله طارق، عدي بشكل جيد جدا، الشكل الدفاعي ده الاداء الدفاعي صعب جدا ان يتوقع مصطفى بلوش يستعد للدخول مكان محمد يخرج وينزل مصطفى، ينزل يا مصطفى، محمد غلوش بينزل، ادي العرضيه في منطقه الجزاء، راسيه خطيره، هدف اول لإنبي. قلت لك السر في الكرات الثابته، قلت لك السر في البديل يا راجل قول بسم الله، احنا لحقنا على طول ينزل من دكه البدلاء، البديل يبدل اوضاع المباراه، يسجل لنادي انبي بالكرات الثابته. يا راجل فينك من بدري، ينزل يغير التيشيرت وينزل يقلعه تاني، يسجل الهدف الاول لنادي انبي، يسجل مصطفى محمد، يسجل الهدف الاول لمصلحه فريق انبي. شوف العرضيه، شوف الثقه، شوف الارتقاء، شوف الهدف الاول المثالي، شوف كره القدم المثاليه يا مصطفى حط الكره في الشباك، استغل الخروج من حارس المرمى، حط الكره البديل الذي يبدل عشان يسجل الهدف الاول لنادي انبي. يتقدم الفريق البترولي 1-0، يهز الشباك، هذه كوره عرضيه، ممكن يرد ولكن هنا عمر يمسك كورته وتنتهي الخطوره. 1-0 ومباراه على موعد. اعزائي المشاهدين 19 هيخرج، وادي الركنيه فوق الجميع، تعدي من الكل، اللي خرج اللاعب محمد ياسر ونزل مكانه اللاعب كريم محمود، ولمسه ناحيه اليمين، تمريره وانطلاقه
ولكن يخطفها نادي انبي والكره تخرج لرمي تماس. يوسف في مكان احمد رمضان محمدي. هذه المخالفه تتلعب فوق الجميع ولكن رأسية وإبعاد. لسه الكورة خطف الكورة والكورة بتحب انبي النهارده والكورة من ناحية الشمال. الخطورة لانبي ممكن الثاني تسديدة خطيرة ولكن بجوار القائم. خطيرة الكورة اللي فاتت. شوف خطفها ازاي وانطلق. شوف اللاعب الخطير عبد الله طلق. ثواني على نهاية الوقت الأصلي من هذه المباراة. هذه كورة وتمرير. كورة عند طارق يحاول يعدي ينطلق يلعب الكورة عند سمير يلعبها عرضية ولكن عدت وخرجت ركلة مرمى. كانت 3 أهداف. المشاهدين لعب الكورة ناحية شمال. عبد الله يلعب الكورة فوق الجميع عرضية رأسية. لسه الخطورة ممكن التعادل ولكن حارس المرمى عمر يطلع توزع كرة عند حارس المرمى عمر هشام. يلعب الكرة الأمام رأسية تعدي وتمر. ادي المرور يا ولد يا طارق ادي الثاني يا ولد على التصدي الرائع ادي كرة عند مصطفى تسديدة وتصدي مرة ثانية. هل هذه الكرة ممكن نطلق؟ حكم اللقاء بيتكلم مع اللاعبين اللي موجودين وادي حارس المرمى بيخرج. هذه مخالفة عرضية خطيرة رأسية. لسه الخطورة مرة ثانية. التعادل ولكن دفع حارس المرمى مخالفة موجودة وحارس المرمى يعني كان في زق. شوف الكورة اللي فاتت دي عمل الجنب تدخل على حارس المرمى يقع خلاص. آخر كورة بتلعب الكورة في منطقة الجزاء. الخطورة موجودة عرضية. لسه الكورة فين الرأسية ولكن عدت الكل وضربة مرمى لمصلحة النادي. المدرب العام الكابتن علي عز الدين المدرب. وهنا الكورة للضرب بهدف ثاني ولكن تاكلينج موجود. لسه المباراة مستمرة يعني لسه لكرة الأمام رأسية ولكن لسه يخطفها نادي انبي. لسه الكرة الأمام واحنا بنلعب في الدقيقة السادسة. وادي كورة تنزل وسط الملعب. لسه فيه ولا ايه؟ ادي كورة. هم المفترض 5 دقايق احنا بنلعب في الدقيقة السادسة. وادي كورة ولسه المباراة مستمرة وقطع الكورة. وهنا بقى حكم اللقاء يطلق صافرته بنهاية المباراة. ألف مبروك نادي انبي يفوز في هذه المباراة. ألف مبروك للكابتن محمود بيومي المدير الفني. ألف مبروك للكابتن أحمد عبد الظاهر المدرب العام. الكابتن علي عز الدين المدرب. الكابتن إبراهيم السيد مدرب حراس المرمى. والكابتن إمام محمدين طبعا رئيس قطاع الناشئين. ألف مبروك لنادي انبي التفوز ببطولة كأس مصر الناشئين مواليد 2006 على حساب نادي 6. هذا لكن نادي طبعا كانت مباراة قوية دفاعيا. هي المباراة التي حسم فيها الكرات الثابتة والكرات الثابتة هي الحل في المباريات اللي بتبقى مقفولة زي كده. ألف مبروك. فرحة كبيرة للاعبين. فرحة كبيرة بهدف مصطفى 1-0 أعزائي المشاهدين. نبارك لنادي انبي التفوز بالبطولة الاستمرارية بطولة كأس مصر وهارد لك لنادي 6. أعزائي المشاهدين كان معكم أمين محروس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الذهبية بالنسبة لانبي وكأس مصر نادي انبي في هذه المباراة. مباراة صعبة ومباراة دفاعية ومباراة كان فيها كلام كتير. وادي الكأس أمام حضراتكم. يتم طبعا نادي انبي يشتري طبعا دوري الجمهورية سموحة 2001 الإسماعيلي 2003 الزمالك 2005 انبي 2007 طبعا مع لاعب طبعا بالسلام طبعا هنتكلم عن روح رياضية كبيرة. كرة القدم والروح الرياضية هو الأساس. يعني رياضة كرة القدم هي لعبة احنا بنستمتع بيها. الروح الرياضية هي الأساس الثاني. دي النقطة الحلوة اللي بنشوف العقلية اللي موجودة عند أولادنا يعني منذ الصغر. إن أنت لو حتى لو رئيس قطاع الناشئين انبي. وهنا بقى تكريم طاقم التحكيم زي ما ذكرت لحضراتكم. كابتن عمر جلال الساحه. الكابتن محمد عبد العزيز الحقيقه اداروا هذه المباراه على اعلى مستوى. الكابتن محمد القاضي والكابتن محمد حسين.
الفضيه، بدايات الفضيه طبعا هتكون من نصيب نادي زد صعب المركز الثاني. شارك طبعا ونحط لك طبعا بالجهاز الفني والاداري والفكري بالنسبه لنادي زد في النقطه الجميله. اكيد حسره وزعل كبير على صفوف على لاعبي نادي زد، ولكن شوف الروح الرياضيه الجميله. خلاص مباراه وانتهت، نفكر في اللي جاي. دالسن حال ديدو هوفمان طبعا ظل المدير التنفيذي لنادي زد وواقف بجوار على الحسين قادم هنا. السلام بقى للمديريات الفضيه. هنا بنتكلم على نادي زد طبعا يوسف اشرف، يوسف السميع، محمد ياسر، عبد الرحمن محمود، عبد العزيز، عبد الله عبيد، واحمد رمضان، عمر ياسر، بدر جمال، وايضا في دكه البدلاء الموجودين في الصوره محمد عبد المنعم ومصطفى نبيل، احمد يوسف وكريم محمود وعبد الله محمد واحمد حسين وشهاب ومعاذ ابراهيم وهيثم تامر. عرض لك نادي زد هنا بقى بكاء لاعب نادي زد في الوقت الجميل، يعني عدم يعني مش قابل للهزيمه، ولكن هي دي كره القدم، هتكسب وهتخسر ولسه في بطولات كتير، لسه في بطولات كتير جايه لسه ولكن نادي زد قدم اداء جيد جدا في هذه البطوله، كانت قويه هجوميا، عانى بغيابات كثيره بانضمام اكثر او 5 لاعبين من المنتخب الناشئين ولاعبين مؤثرين كمان. عرض لك استلموا وهنا بقى ديدو هوفمان الالماني المدير الفني لهذا الفريق، 56 سنه في عمره، مواليد سنه 1965، بدا مشواره التدريبي كمساعد مدرب عام 2009. الاليات الفنيه الفني والاداري واللاعبين نقول لهم هارد لك. دي البطوله الحقيقه في نسختها الاولى كاس مصر، فرصه كويسه، فرصه حلوه ان احنا نشوفها واصبح الفريق خلاص، الفريق 16 فريق هيشاركوا في هذه البطوله. وهنا الابطال هيتسلموا الميداليات الذهبيه، اصحاب المركز الاول، اصحاب البطوله، المتوجين ببطوله كاس مصر للناشئين. الف مبروك، الف مبروك يا مصطفى، الف مبروك يا محمد يا مهدي، مبروك لكل اللاعبين. هقول لهم اسم عمر هشام واحمد شريف، زياد محمد سمير ومالك ادم، زياد احمد، محمد عبد العزيز، محمد هارون، ومحمد مهدي وعبد الله طارق وابراهيم محمد. وكمان هتكلم عن دكه البدلاء واقول اسمهم: اسلام عامر ويوسف عصام ومعاذ محمد ومصطفى علي وكريم السيد ومصطفى وحسن عمرو وعمر عزب. الف مبروك لكل اللاعبين، الف مبروك للجهاز الفني والاداري. بالنسبه لنادي انبي للكابتن محمود بيومي المدير الفني لهذا الفريق، الكابتن احمد عبد الظاهر مدرب عام، الكابتن علي عز الدين مدربا، الكابتن ابراهيم السيد مدرب حراس مرمى، الكابتن امام محمدين طبعا رئيس قطاع الناشئين. الف مبروك، سلاموا طبعا الميداليات الذهبيه. وطبعا عبد الله طارق بادائه جيد جدا على ارض الملعب، وثنائي قلب الدفاع احمد شريف وزياد محمد، واكثر من لاعب لفت الانظار في هذه التشكيله. وهذا الكابتن محمود جبالي طول المباراه كان مشدود، طول المباراه كان متعصب وكان على اعصابه، دلوقتي بيضحك والابتسام على وجهه طبيعي بعد التفويز بهذه البطوله. انجاز لنادي انبي. الف مبروك، الف مبروك. انتظار لحظه استلام الكاس بالنسبه للنادي، حافز كبير بالنسبه للاولاد طبعا، بدايه جديده ممكن نتكلم عن تفويض بطوله كاس مصر. الناس بتتفرج عليك وتشوفك، الحقيقه فرصه كمان احنا مع حضراتكم واحنا بنتابع هؤلاء اللاعبين. انتظار تسلم الكاس هنا من لاعبي فريق انبي اللي هيرفع الكاس ابراهيم محمد كابتن وقائد نادي انبي. الف مبروك، الف مبروك نادي انبي، التتويج ببطوله كاس مصر للناشئين. الف مبروك، بطوله مستحقه بعد الفوز 1-0 في مباراه كانت
مباراة استمتعت فيها مع حضراتكم، فرحة كبيرة، فرحة مستحقة، افرحوا براحتكم. التتويج ببطولة كأس مصر للناشئين على حساب زد مواليد 2006 عفوا. أعزائي المشاهدين، كان معكم عبد المحروس، والسلام عليكم ورحمة الله